هذه مدافن للمغاير شعيب. طبعا هاي كلها منحوتة باليد. ليش؟ لأنه أيضا قريبة على مكان قوم نبي الله صالح. يعني إذا جينا لنبي الله صالح عليه السلام، جغرافيا أتحدث، تبعد عن هاي المنطقة بحدود 300 كيلو متر أو 400 كيلو متر، بخط نظر أقل من هيك. طبعا نبي الله شعيب كان أقرب زمان وأقرب مكان للوط عليه السلام، نبي الله لوط. فإذا نحن في هاي المنطقة، طبعا شوفوا الهندسة العمرانية من آلاف السنين. هاي الهندسة العمرانية هاي اللي شايفينها، هاي هون وهون، يعني آلاف السنين وهن يحتينا، وكان عندهم تصميمهم، وكان يعني الهندسة موجودة عندهم. طبعا خط نظر 50 كيلو متر الأردن، وتحديدا البحر الميت، يعني بين قوسين مكان قوم لوط عليه السلام. هاي أحد المدافن لقوم لوط، عفوا لقوم نبي الله شعيب عليه السلام. طبعا بنكمل جولتنا في المنطقة بشكل عام، ولكن الهندسة العمرانية حتى الرجل القديم، وهذا ينفي أن الرجل القديم أو سابق العصور كانوا عبارة عن لا يعرفون اللبس. هذا نحت، فكيف كان يعني طبعا لكل زمان له تطوراته وله عصره، ولكن هذا يعني صراحة تحفي أثري في المملكة العربية السعودية كما ذكرنا. طبعا هاي أحد أيضا المدافن، أو ممكن كانت تستخدم للسكن. هذه القرية التي أهلكها الله سبحانه وتعالى بسبب، طبعا هني عبدوا الأيكة شجرة ملتفة لف، هذا هي الأيكة. عند اللي عبدوا الأيكة أشركوا بالله سبحانه وتعالى، فلذلك الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الرجف والصيحة ويوم الظلة. هاي مدافن، هذه مدافن. طبعا هاي شوف التصميم الهرمي هون، تصميم الهرمي هون شيء جميل جدا. هاي مدافن هن كانوا يدفنوا على ما اعتقد بالصخر او هيك شيء. شلون كان ما عندي المعلومة الدقيقة لما نعطي معلومة غلط. راح نمشي للمنطقة الثانية. هون في منطقة أنا بقى بتذكرها جميلة جدا، حتى شوفوا الصخر كيف نيحتينه فوق. هاي يمكن ما نحسن نوصل لها، ولكن راح أعمل عليها زوم. هاي يعني تخيلوا، شوف مدى الدقة في النحت في الصخر. مدى دقة النحت في الصخر. طبعا هاي هي المنطقة. طبعا من هون بتشوف النحت كما ذكرنا في الصخر. صدقا شيء من التحف الهندسية الرائعة جدا والجميلة جدا في هاي المنطقة، منطقة كما ذكرنا مغاير شعيب في المملكة العربية السعودية، منطقة البدع شمال غرب تبوك ب 250 تقريبا 250 كيلو متر.
قوم نحتوا الصخر، نعم، واتخذوا من هذه مساكن ومدافن، كل حياتهم كانت في الصخر، وبقيت آثارهم لتدل الناس أن كان هنا حياة قبل 7000 8000 سنة الله أعلم، ولكن كانت هنا حياة لأناس أشركوا بالله سبحانه وتعالى وعصوا الله سبحانه وتعالى، فكان جزاؤهم الرجفة والصيحة، ومن ثم يوم الظلة الذي أرسل الله عليهم العذاب. منهم يقال أنه عذبهم بالنار، ومنهم يقال أنه قلب الأرض فيهم. يعني كثير من الأقاويل تقول أن هاي البقعة كانت في المنطقة اللي شايفينها اللي هي هاي، ولكن ما في معلومة مؤكدة على هذا الكلام. وهي جبال اللوز في شمال غرب المملكة العربية السعودية، أو جبل اللوز يقال له. هذا الجبل بيصير عليه ثلج بيصير عليه ثلج كل سنة. طبعا هلق عليه ثلج، كنا مفكرين انه نطلع عليه، ولكن انتهت تقريبا جولتنا في هاي المنطقة. سمعنا نطلع على منطقة عيون موسى عليه السلام، ونصور هنيك نحكي عن قوم موسى وكيف عبروا البحر، لأنه من هذيك المنطقة هني عبروا البحر الأحمر باتجاه من مصر باتجاه حاليا المملكة العربية السعودية، سابقا هي بلاد الشام، ومن ثم إلى فلسطين، وعاشوا في فلسطين ويوم التيه، وتاه بنو إسرائيل 40 سنة تقريبا، بعدما أن يعني طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم بقرة يعبدوها أو إله غير الله يعبدوه. هلأ نحن طالعين على هذه المدافن اللي هي تقريبا الأوضح في المنطقة الجغرافية وفي البقعة الجغرافية اللي على رأس الجبل. صعب أنه نوصل له، ولكن هاي القريب واللي بنحسن نوصل له أكيد راح نوصل له ونصور في المنطقة. وصلنا تقريبا متعبة طلعة، ولكن ما في مشكلة انه نشوف مناطق اقوام سبقت. هاي كلها آثار نبي الله شعيب أو قوم نبي الله شعيب. هذه يعني واضحة تحفي هندسي يعني على زمان. شوفوا كيف منحوت فوق، طبعا هذا طوله 7 أمتار، وكيف منحوت فوق، منحوت من الصخر، ما كان في معدات، صرنا نلهت. هاي مدافن، هون يقال انه مدافن على ما يبدو او على ما اعتقد، واضحة مدافن. مدافن يعني واضحة مثل القبور. وهذا أيضا القسم الثاني من التحف المعمارية. طبعا هذه كلها مدافن. وهذا الباب. وهاي
هاي درجات. تقريبا هاي معظم المنطقة هاي هي كما ذكرنا مشاهدينا الكرام. مغاير شعيب في شمال غرب المملكة العربية السعودية، منطقة البدع. هنا كان يعيش قوم نبي الله شعيب عليه السلام، خطيب الأنبياء وأيضا فصيح اللسان، النبي العربي من الأنبياء أولي العزم، وقد أرسل إلى قومه الذين طففوا الميزان وعبدوا الأيكة وكانوا يغشون الناس، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب، الرجفة والصيحة ويوم الظلة. طبعا أتمنى مشاركة هذا المقطع للجميع ومتابعة صفحاتنا على الفيسبوك واليوتيوب أيضا، اللي عم نغطي فيها راح يكون فيها تغطية لمعظم المناطق التاريخية والأثرية إن كان في المملكة العربية السعودية بشكل عام. طبعا للتنويه، المملكة العربية السعودية هي منطقة الأنبياء تقريبا، عدد كبير من الأنبياء كان فيها ولهم آثار موجودين، وفيها معالم تاريخية ذكرت في القرآن، فيها معالم تاريخية للدين الإسلام، وهنا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكل هاي الآثار إن شاء الله راح نطلع عليها إن شاء الله لغار غار حراء، الغار الذي نزل فيه الوحي، كله إن شاء الله راح نغطيه قريبا بإذن الله تعالى. طبعا مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا في هاي المنطقة الأثرية، منطقة مغاير شعيب كما ذكرنا، منطقة نبي الله شعيب عليه السلام وقومه، وهذه المنطقة التي انتهت وبقيت آثارهم تشهد عليهم. أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.